انا خوتي غادي نديرو بحلاوه ديال الكاوكاو او الفول السوداني. هنا في العجانه غادي نصايبو بات فيتي باش غنصايبو بحلاوه. انا درت كيلو ديال الدقيق. انا كنقول في المقادير وفي نفس الوقت كنقول الطريقه. كنديرو نص معلقه ديال السكر ساليندا او سكر كلاصي. كنديرو هنايا راس نص معلقه ديال الملحه والماء حسب الخليط. يعني كل مره كنخوي شويه حيت العجينه كبيره. وبالنسبه للدقيق يعني ما عاونتنيش باش تدور مزيان. كنحاولوا هنا مره كنبقاو نشوفوا القياس اللي بغينا. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مطلوقه، تكون شاده راسها باش ملي نخدموها في الزبده ما تخرجش لنا من الزبده. هنا غنبقى عليها حتى نوصل للقوام اللي بغيت في العجين. كتشوفوا يعني العجانه كبيره على داك العبار اللي عطيتها في الدقيق. راه خاص تكون تقريبا 10 كيلو ديال الدقيق عاد تعجن. هي بدات كتجمع مره كنخوي شويه الماء. كنخويها شويه بشويه، ما كنحاولش نخوي كلشي في دقه باش ما تجينيش العجينه مرخوفه. خاصها تكون واقفه شاده راسها. وصلت القوام اللي بغيتو هو هذا، عجينه واقفه شاده راسها. غادي ننزل نحطها فوق سطح العمل. كي كتشوفوا نحاول نبسطها باش نحط فيها الزبده حطوها في الثلاجه باش كتعاونكم في التوراق. الحال سخون، كوجينه سخونه، يعني تكون الخدمه ساهله. حاولوا اولا ديروا لها بحال الطريقه اللي درت لها انايا. سرحوها بيديكم دوروا على العجين باش في ليتور ما تعذبكمش. هنايا كنحاولوا ندوروا ليتور، يعني كنحاول العجينه نعطيها واحد الشكل مستطيل، يعني طويله باش نطويها. مره كندير الدقيق باش الزبده ما تخرجش ليا. بالعكس، ملي درت طويت هنا وسرحتها كنقلب العجينه اتجاه العكس الاخر. شوفوا الفيديو، ردوا البال الفيديو كي درت ليه. يعني الا سرحت من الاتجاه وطويتها كنقلب العكس الاخر نسرحها. انا كنحاول نعطيها شكل مستطيل فين ندير هذوك الطويات. نبقاو بحال هكا. هذا التور الثاني وغادي نمشي عاوتاني بالطول. ديما كنمشيو بالطول ما كنمشيش بالعرض. الا خرجت لكم الزبده من العجينه ما تخلعوش، رشوا عليها بالدقيق باش ما تبقاش سايحه. داكشي علاش لكم الزبده تكون في الثلاجه، يعني تكونوا تسرحوا ما تخرجش لكم الزبده جاريه سخونه. التور الثالث هي في الاصل 3 بحال هكا وسرح العجينه. انا حيت ما بقيتش عقل شحال من تور درت، ملي جيت نشوف الفيديو لقيت درت 4 ديال التور، يعني هي 8. المهم من بعد هنايا كيكون هذا هو التور. حاولوا تقادوا الا خرجت لكم حيت كتعواج العجينه ملي كتكونوا تسرحوا. نتوما ديروا 3 فقط، والرابعه سرحوها على شكل الطاوه. حيت انايا كندير كنسجل وما عرفش شحال وصلت، تلفت. ما كان عليا في هادي خاصني نسرحها باش نقطع الطاوه. نتوما هذا التور ديال السطح ديال العمل جاني الصوره ديال مساعدنيش حيت العجينه كبيره. الاشياء كلها حاولت الشكل ديالها مورقه. هنا صافي راه نسرحها باش ناخذ القياس ديال الطاوه اللي غتلف. دير قرصات بحال اللي درت. خليتها حتى بردات واحد شويه في الثلاجه. غنمشي نطحن الكاوكاو. انا درت كيلو ديال الكاوكاو فول السوداني او فول السوداني. درت انا داك اللي بلا قشور. درتو بالقشور تغربلو تحيدو القشره تخليوه شويه الا بغيتو. هنايا انا درت هذاك اللي بلا قشور حمرته في الفران. غندير ليه واحد معلقه كبيره ديال القرفه وغادي نطحنو. وندير ليه كاس ديال السكر كلاصي. كل كيلو كيدير ليه كاس ديال السكر كلاصي.
حيت كل حيت غادي تسقى بالعسل، يعني ما نكتبو هنا هذه النكهه ديال اللوز، هذا اختياري اللي بغا يديرها، نكهه اللوز اولا نكهه الناطا، هذا كيبقى غير اختياري، حيت كاوكاو ماشي بحال اللوز، اللوز عنده المذاق. غنطحنوها هنا مزيان. انا طحنتها حتى ولات شويه بقات فيها تقرميشه، يعني ماشي كطحنوها حتى كتولي عجينه. بعد ما تطحن كنخويو شي حاجه فاش غنعجنوها. درت انا في هاد القصريه من هنا العجينه كنوريكم كيفاش كتجي مورقه. هنا غديروا الزبده اللي غتكفيكم، انا درت 300 غرام ولكن زدت مازال حيت ما كفاتنيش. نتوما غادي تعجنوا تشوفوا، ما تبقاوش تشدوها بيديكم تجيكم بحال السلو، يعني غادي تعطيو الكاوكاو كيتجمع في ماشي تكون جا عاوتاني مدهونه بزاف بالزبده. ديروا كيلو الكاوكاو ب 300 غرام ديال الزبده. الا خاصكم ترقوها تكون انا كنخصني شويه رقيقه. انا زدت شويه الناطا هذا غير اختياري كما كتقول لي، عجين كبير باش يعطي النسمه. نحط شوفوا كي جات الشي كلها مورقه. الكاوكاو ما عندوش مذاقو مجهد، الريحه فيه مجهده. نحاول هاد العجين نجيبو على حسب حتى شي اضافات. وهذه الزبده دوبتها كتذوبوها. الكاميرا كطيح كل ساعه كترجع للور. انا استعملت الزبده ديال الاطلس، اي زبده استعملوها يا نباتيه يا حيوانيه على حسب الاختيار ديال الانسان. وكتبقاو تدلكوها حتى كتجمع. خاصكم كتزيدوا ليها هكا باش كتعبروا العرض ديال الطاوه. دابا غنبقى نسرحها بالطول. العود ها هو راه شديتو، دابا غنطلقها بالطول. فيما كتسرحوا كتلقاو المهم هي تطلق في سميتو. العجينه اللي شاطات ما كنكوروهاش، كنديروها بحال هكا شي فوق شي وكنحطو باش نعاودو نسرحوها كتجي العجينه مسرحه. المهم هنا غادي تخويو الخليط ديال الكاوكاو وغتجيبو. انا راه جاتني غليظه بزاف الكاوكاو، كثرت الكاوكاو. نتوما تشوفوا القياس اللي بغيتو، الحجم ديالو واش يكون داخل غليظ ولا متوسط. انا درت فيها تقريبا 2 سنتيم ونص، هي في الغالب كتكون سنتيم. حاولوا تقادوها قد هي قد هنا، ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. هنايا كتاخدو شي مدلك وكتحاولوا تبسطوها مزيان، يعني كتوركوا عليها باش كتشبت. هذا ما خدمش ليا حيت عنده داك الجناب، ما كيهبطش ليا المدلك على كاوكاو. العقده ديالنا هنايا درت المدلك العادي بديت كنسرح به وكتعبروا باش يجيكم العبار بحال الفوق بحال التحت. بعد انا غنديرو داك الطبقه اللي غنحطو العجينه من الفوق هذاك الخليط، وداك اللي شاطينه ما كنرميوش.
انا لويت العجين في الرولو، ما تصورش ليا صافي كنحطو فوق فوق الطاوه، نقطعو لها داك الجناب ديالها. شتي كي درت العجين روريتو، نحط منو دوك لي شاط الاخر ونحطو في الثلاجه حتى نعاود نستعمل. والجناب، شوفوا الجناب ديال العجين الطاوه ضروري تلصقوا العجينه مع الطاوه بحال اللي درت باش ما تحلش في الطياب، ودوزو عليها بالمندلك باش تلصق، ثبتوها. وهاد الزائد كله غادي نحيدوه من الفوق بالموس، داكشي اللي زايد بزاف ماشي بحال ما هكايا. انا هادي الطاوه راه فيها 40 على 60، اللي غيدير 40 40 على 30 يعني صار منا كيدير نص كيلو ديال الدقيق. انا كنعبرو، كنشدو القياس بالمسطره وكنعبرو، واللي حاكم فراسو بالعباري بيديه يجيبها مقاده بلا ما يدير مسطره. انا كانت راسي راه ما كنوركش، دابا عاد كنورك. من الاخر انا وليت كنديرها بالموس، بقيت كاع كندير مسطره، شديت العبار صافي. تقريبا 2 سنتيم، 3 سنتيم على 3 سنتيم، كتجي كاريه. تراسيت مزيان، عاد رجعت كنحفر، كنخشي الموس لداخل. في الاول ما خشيت حتى تراسيت كلشي، حيت القطعه الا قطعتي ما يمكنلكش عاود تسودي العجينه وترجعي تقطع. هما تراسيو من الاول وتتمكنوا من الطراساج، عاد عفطوا على الموس اللي تحت يهبطوا. هنا كنخشي كاوكاو، اللي بغا يدير اللوزه يديرها. هذه من بعد ما طابت شي كي كتبان، ها هي راه مورقه. شوفوا الطبقات ديال العجين. الكاميرا ما شدتش مزيان، ولكن كنحاول نشد في الطبقات. غير انا العجين رققته، نتوما حاولوا تخليو العجين واحد شوي باش يعطيكم داك بات فيتي مورقه، ولكن راه جات هكاك. هي سخونه كنخويو على العسل. العسل كيكون بارد عادي كنديروا العسل حتى كتولي والعسل صايبتو ديال الدار، اللي بغاه خليوها من احسن. قولوا لي الكومونتير نصايب لكم الطريقه اللي زربان بايخلها على الاقل 3 سوايع تتشرب هذاك العسل. الملاباتيت كتكون احسن، كتشرب مزيان العسل. يعني العسل شوفوا كتكثروا العسل لانها هي صغيره كتغوت. سمحوا لي، من الاحسن يكون العسل ديال الدار حيت كيكون شويه ثقيل، بحال ديال الزنقه تيكون مطلوق جاري، ما غاديش تشد فيها مزيان. ملي كنخويو العسل في بلاصه كنشدو الموس وكندوزو على داك، نعاودو ندوزو على داك الشراط اللي درنا باش العسل كيدخل بيناتهم. انا نوريكم كيفاش. ضروري من هاد العمليه هادي باش كيدخل العسل في الجناب، كتمشيو وحده ورا وحده.
انا من بعد ما باتت ليله كامله شي قاع داك العسل تشرباتو. شوف كي ولات. انا نحل نوريكم، ندير واحد الوحده تشوفوها. شي العسل كتجي من تحت حمرة. شوف الحجم ديالها قداش، راه غليظه شي سنتيم ونص. شي العسل هنا كنقص فيه، كنبداو نهزو نديروها في قويطات ونجمعو القويطات من الجناب باش كيبقى قويطات شاد الفورمه ديال الحلاوه. ايوا بالصحه والراحه. المهم هذا هو الطبق ديالنا.